السلام عليكم. آم، طبعا احنا اصبحنا مجبورين على توديع احد اعظم من لمس الكرة في ريال مدريد، كريم بنزيما. واحد من افضل المهاجمين اللي مروا في تاريخ النادي. آه، آم، يعني الواحد فعلا ما هو قادر يجمع الكلام من الحزن على فراق مهاجم مثل كريم بنزيما. ممكن انه هو ما يكون السنة هذه ما كان في مستواه، آه، بسبب الإصابات وبسبب عدم وجود بديل. واحنا تكلمنا عن انه عدم وجود بديل في ريال مدريد هو ممكن يكون ضرر لبنزيما اكثر من انه يكون نفع ليه. تكلمنا عن هذا الشيء وقلنا خطورته، وقلنا انه لازم يكون في مهاجم بديل. آه يعني ما ادري بصراحة، ما ادري ايش اللي صار. يعني قبل يومين كنا فرحانين انه قال انا هنا في مدريد والكلام اللي بينقال في النت ما هوش صحيح. قلنا انه خلاص بنزيما جدد، وبنزيما يعني باقي بس انه هو يعلن تجديد، حاله كحال مودريتش وكروس اللي جددوا فعلا لريال مدريد. ولكن بالامس سمعنا انه تجديد كروس ومودريتش مربوط بتجديد كريم بنزيما، لانه اذا كريم بنزيما ما جدد فراح يكون في غربلة في كل الفريق، مش بس في الاسماء اللي اعلنوها امس. طبعا بالامس ريال مدريد اعلن عن رحيل ايدن هازارد، عن رحيل ماركو اسينسيو، عن رحيل ماريانو دياز. وقلنا انه اللي باقي ممكن يكون ميندي، داني سيبايوس، ناتشو، لوكاس فاسكيس، اودريزولا، فيخو. قلنا هذول بس اللي باقي ان هم ريال مدريد يعلن عن رحيله. ما جاء في بالنا ابدا انه كريم بنزيما ممكن يعلن رحيله الا اليوم الصباح. صباح اليوم واحد صحى من النوم، اخبار كلها بتتكلم على انه كريم بنزيما اختار الرحيل من ريال مدريد بسبب العرض المقدم من الاتحاد السعودي، 100 مليون يورو في السنة. راتب طبعا عقد كريم بنزيما هو 400 مليون يورو، قسمه على سنتين، يعني في كل سنة 200 مليون يورو بالنسبة للاتحاد. احنا طبعا تفاجأنا من قرار بنزيما، لأنه بنزيما قال في مقابلة مع جوزيب بيدريول، قال انه ما راح يترك ريال مدريد حتى لو عرض عليه ضعف راتبه. بس على قولة واحد مصري ممكن انه ما قال له طيب لو نعرض عليك 10 اضعاف راتبك، لانه فعليا يعني كريم بنزيما كان بياخذ 15 مليون تقريبا في ريال مدريد، الان بيروح ياخذ 100 مليون يورو في الاتحاد. وشايف انه حب يعني يمشي الان، لانه ممكن الفرصة ما تتكرر مرة ثانية. واختار الرحيل وترك ريال مدريد في هذا الوقت بالتحديد. وهو يعني بالأمانة يعني نسيبنا من العاطفة ونسيبنا من احنا زعلانين على كريم بنزيما انه هو مشي، ولكن هو اختار الوقت الجيد لريال مدريد، الذي سيجعل ريال مدريد انه هو يقدر انه هو يتفاوض مع مهاجم كبير. وان شاء الله يا رب يا ارحم الراحمين نقولوا يا رب معايا انه يكون هاري كين باذن الواحد الاحد. كريم بنزيما طبعا مستحيل ان احنا ننساه، مستحيل اي مدريدي ممكن انه ينكر كريم بنزيما. كريم بنزيما حقق مع ريال مدريد 25 لقب. كريم بنزيما واحد من اعظم اللاعبين اللي مروا في تاريخ ريال مدريد. كريم بنزيما لا يوجد بطولة هو ما له مساهمة فيها،
راح نرجع ونتذكر مباراة البايرن ميونخ نصف النهائي، نصف النهائي 2009. كريم بنزيما هو من سجل هدف الذهاب. نروح ل موسم 2012 2013. كريم بنزيما كان له المساهمة كبيرة في دوري الأبطال مع جاريث بيل مع كريستيانو رونالدو، اللي طبعا لا يمكن انه احنا ننسى هذول الاساطير، اساطير البي بي سي، لا يمكن انه احنا ننساهم. كريم بنزيما له في كل بطولة لمسة. لا يمكن ان احنا ننسى مروره على الخط في مباراة اتلتيكو مدريد، المباراة اللي كان ممكن ان ريال مدريد يخسرها بسبب ضغط اتلتيكو مدريد من البداية، ولكن كريم بنزيما بكرة ذكية تنم عن ذكاء هذا اللاعب مر على الخط وعطى الكرة لإيسكو، وإيسكو سجل منها هدف تقدم لريال مدريد. نمر للموسم اللي بعده. كريم بنزيما موجود في كل أنحاء الملعب، لدرجة أنه لما أخطأ حارس البايرن ميونخ أورليخ لقى كريم بنزيما قدامه، وكريم بنزيما استغل الفرصة وسجل هدف في مباراة كان ممكن ريال مدريد يخسرها بالراحة. بايرن ميونخ كان داخل المباراة بكامل قوته. كريم بنزيما في النهائي أمام كاريوس استغل برضو خطأ كاريوس، وبرضو ما ننسى اللي سواه، واستغل خطأ كاريوس في مباراة ليفربول كان أقوى من ريال مدريد، ويعيد ريال مدريد إلى المباراة، وريال مدريد يتمكن إنه هو يعني زي ما يقولوا يفرم ليفربول. كريم بنزيما الموسم اللي راح مباراة باريس سان جيرمان، لا يوجد شخص عاقل على وجه الأرض توقع أن ريال مدريد يتأهل من باريس سان جيرمان نهائيا. باريس سان جيرمان ينهي المباراة الذهاب بهدف من مبابي بعد ما صد كورتوا 10,000 كورة. تيجي مباراة الإياب كيليان مبابي يسجل هدف التقدم لباريس سان جيرمان، يعود كريم بنزيما بهاتريك. الهاتريك هذا مرسوم هنا، مرسوم في قلوبنا يا بنزيما، والله مرسوم في قلوبنا ورب البيت. مباراة مانشستر سيتي في نصف النهائي، مباراة السيتي حرفيا كان ممكن انه يسجل على الاقل 5 أهداف في اول نص ساعة، ولولا كورتوا برضه يعني. ليعود كريم بنزيما من كرة ميتة عرضية من فيرلان مندي، يحطها كريم بنزيما بطريقة قمة في الذكاء، ويسجل هدف تقليص الفارق، ونقدر نرجع للمباراة وتنتهي المباراة 4-3 لمانشستر سيتي، ونرجع للسانتياغو برنابيو أيضا يتقدم رياض محرز بهدف لكي يحتاج ريال مدريد إلى هدفين. لين الدقيقة 89 ريال مدريد خارج البطولة، ريال مدريد خارج دوري الأبطال. حركة ذكية من كريم بنزيما، ويرجع ريال مدريد في دقيقتين، وبرضو الفاضل برضو يرجع لبنزيما. الكورة الرائعة والحط الرائع لرودريجو، يعني كورة خيالية كامافينجا رفعها وبنزيما حطها بطريقة رائعة جدا لرودريجو. رودريجو يسجل هدف تقليص الفارق، ورودريجو أيضا يسجل التعادل. وكريم بنزيما يجي في الوقت تجيله ضربة جزاء في وقت ريال مدريد لو أضاع ضربة الجزاء لخرج من بطولة دوري الأبطال، ولكن كريم بنزيما بكل ذكاء يحط الكورة ويأهل ريال مدريد لنهائي دوري الأبطال. وطبعا تعرفون إيش اللي صار في النهائي. السنة هذه احنا طبعا برشلونة
يعني هزمنا في كل مكان. جت مباراة الكاس فكان برشلونة يعتقد انه هو سيكمل على ريال مدريد، لكن ما حدث انه برشلونة فاز 1-0 في سانتياغو واعتقد ان الموضوع قد انتهى، ولكن ما كان يعرف انه في عندنا حكومة. الحكومة لازم تؤمر انه هذه المباراة تنتهي. الحكومة ما امرت. في الكامب نو كرة مرتدة من فينيسيوس يعطيها لكريم بنزيما، كريم بنزيما يرجعها مرة ثانية لفينيسيوس، وفينيسيوس يحطها. يعني كريم بنزيما عطى الكرة لفينيسيوس، وكان فينيسيوس عنده نسبة التسجيل 100% وسجلها. أنا أشوف إنه الهدف هذا البنزيما للمعلومية، هو البنزيما، هو لأن بنزيما هو اللي كملها في الأخير. ثم يعود بنزيما مرة ثانية ويسجل من ركلة جزاء، ثم يعود مرة ثالثة ورابعة. الهاتريك هذا برضو في القلب مزروع يا بنزيما والله. يعني بصراحة الواحد ما يدري وش يقول وش يخلي. لا يمكن ان احنا كمدريدية ننكر كريم بنزيما نهائيا. احنا لما بنزعل من كريم بنزيما بنزعل منه لانه احنا عارفين انه عنده احسن من كذا. احنا ما بنزعل منه انه احنا كارهين وجوده في ريال مدريد. احنا ما احنا كارهين وجوده في ريال مدريد نهائيا. احنا حابين كريم بنزيما، عشان كذا احنا بنعتب عليه انه هو عنده احسن من كذا. هذا مو كريم بنزيما اللي احنا نعرفه. وكنا متأملين انه الموسم الجاي يكون كريم بنزيما في قمة مستواه، خصوصا انه بعد ما تشافى من جميع الاصابات اللي لحقت به. لكن ما حدث. تم الاستغناء عن كريم بنزيما بطلب من كريم بنزيما طبعا نفسه، بسبب عرض الاتحاد لفوق الخيال. الآن لا بديل، وهذا الرسالة أتمنى توصل لبيريز من كل مدريدي. لا بديل عن هاري كين، وتكفى يا بيريز. أرجوك متع عيوننا بشوفة سيرجيو راموس في ريال مدريد. أرجوك. ريال مدريد في أمس الحاجة لسيرجيو راموس. ريال مدريد بخط الدفاع لا يليق بريال مدريد، لا يليق نهائيا. طبعا فيديو هذا كان فيديو وداعي لكريم بنزيما. ما كنت متخيل في يوم من الأيام أننا ممكن ننزل ذا الفيديو. كان ممكن أنزل هذا الفيديو لاعتزال كريم بنزيما في ريال مدريد، لكن الحمد لله على كل حال. وهذه الدنيا كلها مفارق. بس. وطبعا نشكر برضو اسينسيو، هازارد، ماريانو. بالنسبة لهازارد يعني اللاعب الذي ظلم نفسه، أنا أتمنى أنه ما يعتزل. أنا سامع أخبار يقول أنه هو يبغى يعتزل كرة القدم. أتمنى أنه ما يعتزل، لأنه يعني ممكن لو راح أي نادي ثاني يبرز مواهبه فيه إن شاء الله، ونشوف هازارد اللي شفناه في تشيلسي بإذن الله. بس أشوفكم على خير، أشوفكم فيديوهات جديدة. السلام عليكم.